اقول لكم مفاجاه، كابتن حسن شحاته كان هيبدا المباراه ب3-5-2، وطلب من اليكسيس موندومو انه يلعب كسيرد باك تاني. اليكسيس موندومو رفض تماما انه يلعب في المكان ده، حتى قلع المنديل بتاعه اللي هو بيلبسه على شعره ده، ورفض انه يلعب في المكان ده. واضطر الكابتن حسن شحاته انه يلعب ويبتدي 4-4-2 بعد رفض اليكسيس موندومو. اليكسيس موندومو بدأ يتخانق مع كل لعيبه الزمالك، مش طايق حد واي حد يكلمه يزعق فيه، وده بدأ يعمل كده بعد تأخر وصول مستحقاته. اليكسيس موندومو كان قيل قبل كده انه بتاع مشاكل، كان رئيس نادي افريقي قال الكلام ده، وان هو بيعشق الفلوس. فكرة تأخر مستحقاته هتخليه يقلب، وهتخليه مستاء، وهتخليه بيتخانق، وهتخليه بيطالب. أما موضوع عبد الرزاق ففعلا فسخ عقده مع نادي الزمالك. يقال على المواقع ان تم حل الموضوع، لغاية دلوقتي لم يتم حل الموضوع، ويقال انه تقدم بطلب رسمي فعلا لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك بعد مرور 3 شهور، ولم يقبض طبعا عقده على حسب البنود اللي موجودة في عقده مع نادي الزمالك.